للعراق في الزراعة قصة تشبه قصص الكهرباء والنفط والخدمات، تشترك جميعها في ذات العلة: الفساد الذي تحصن بقوانين تخدم مصالحه. بلد كان يوما يلقب بأرض المليون نخلة بات يستورد التمور والفواكه والأعلاف وحتى اللحوم. هذا البلد الذي كان ينتج ما يكفيه ويصدر الفائض أصبح اليوم رهينا للاستيراد، في مشهد يظهر كيف أن سوء الإدارة والفساد قادران على تحويل أرض خصبة إلى أرض مكتوفة اليدين. الاستيراد العشوائي لم يقتصر على سد الفجوات الإنتاجية، بل أصبح أداة لإغراق الأسواق بمنتوجات أجنبية في كثير من الأحيان أقل جودة ولكنها أرخص، ما جعل المواطن العراقي يفضلها مضطرا. هذا الواقع سحق المنتج المحلي الذي يفتقر لأي دعم حكومي حقيقي. المزارع العراقي يجد نفسه اليوم عاجزا عن منافسة الأسعار المستوردة، ليضطر إلى هجر الأرض أو التوقف عن الإنتاج، تاركا القطاع في حالة احتضار. ارتفاع أسعار اللحوم يعد أحد أبرز مظاهر هذه الأزمة. الأعلاف باتت مستوردة وباهظة الثمن، والرعاية البيطرية شبه غائبة، مما أدى إلى تراجع أعداد المواشي ونقص الإنتاج المحلي. هذا النقص دفع الأسعار إلى مستويات لا يستطيع المواطن تحملها، في حين يتفرج المسؤولون دون تقديم أي حلول جذرية. المواطن الذي اعتاد أن تكون اللحوم جزءا من غذائه اليومي بات يراها حلما بعيد المنال. القاسم المشترك في هذه الأزمة هو الفساد، من هدر الميزانيات إلى سوء التخطيط. يظهر الفساد كالعامل الأساسي الذي يدمر كل محاولات النهوض بالقطاع الزراعي. ميزانيات تخصص ولكنها لا تصل، برامج وهمية تعلن ولا تنفذ، والمستفيد دائما قلة تتقاسم الغنائم على حساب المزارعين والمربين. العراق يعتمد على الآخرين في كل ما يحتاجه رغم أن لديه ما يكفيه وأكثر. يبقى السؤال هنا: هل يمكن للعراق أن يكسر هذه الدوامة الخانقة؟ هل ترى سياسات تعيد الاعتبار للمنتج المحلي؟ ومتى تتحول أرض العراق من مستوردة إلى منتجة؟ أسئلة قد تبدو بسيطة، ولكن الإجابات تتطلب إرادة أكبر من الكلام. وهذه عودة إلى استوديو الأخبار.